قيام مجموعات مسلحة بترويع المواطنين وإطلاق النار عليهم، ليتهم رجال الأمن بعد ذلك على فضائيات الفتنة. دوما عبر الأقمار الصناعية. الجمعة 1 من نيسان 2011، وهذا الجامع الكبير حيث انطلقت المظاهرات جاء إليها مشاركون من أحياء وشوارع فرعية بين المسجد وساحة البلدية. عند ملاحظة أحد ساكني الحي تجولا لمجهولين ملثمين على دراجات نارية ارتاب في أمرهم، جلس يراقب ويصور من شباك بيته المطل. استمر في الانتظار والتصوير، وعند عودة المجهولين ترجلوا، ثم دخل أحدهم مسلحا المبنى المقابل واختفى الباقون، وهذا تكرار لقدومهم ودخول أحدهم إلى المبنى. بدأ المصور يبحث بكاميراه، فمن يدخل مسلحا إلى مبنى لابد أنه سيظهر رأسه من أحد النوافذ أو من إحدى الشرفات. وبينما كان المصور ينتظر وينتظر ويحاول العثور في المبنى وما حوله عن شيء مريب أو ربما عن شيء توقع حدوثه، وصوت المتظاهرين يسمع من بعيد، لم ينتبه إلى شيء حدث، ولكنه تجاوزه ولم يثبت كاميرا هاتفه عليه. لم ينتبه المصور إلى ظهور رأس المجهول المسلح من إحدى زوايا السطح، فاستمر في التصوير ومسح المبنى بكاميرا هاتفه إلى أن انتبه إلى وجوده، لكنه اختفى من جديد. واستمر المصور يبحث بكاميراه عن المجهول، مسح المبنى مجددا، المبنى الذي بات واضحا أن شخصا مسلحا يعتلي سطحه. أطلق المجهول النار على الجهة التي تصدر منها أصوات المتظاهرين، وبدأت أصوات تشير إلى جلبة تحدث من بعيد، ثم على الصوت لا إله إلا الله. مصدر صوت إطلاق النار صار حينها على ما يبدو هدف رجال الأمن المنتشرين في كل مكان في ذلك اليوم الذي يتوقع أن يحدث فيه أي شيء. حضرت مجموعة من رجال الأمن وانتشرت محاولة العثور على مطلق النار. وهذا رجل الأمن سائق السيارة بقي منتظرا. وفي حين بات عناصر الأمن مكشوفين للمسلح ورفاقه الذين ربما كانوا قريبين من المكان، أردي رجل الأمن المنتظر على الأرض دون معرفة مصيره بالنسبة إليه، ثم دار اشتباك عنيف وتبادل إطلاق للنار. سيارة أمن أخرى قريبة أتت لإسعاف أحد عناصرها المصاب، ثم ساد هدوء في المكان توقف خلاله إطلاق النار. وبعد فترة من الزمن لم يظهر خلالها في الصورة أحد من رجال الأمن الذين انتشروا في المكان ولا حتى القناص على السطح. أتت سيارة أمن، وأدخلت شخصا في الكابين، والذي يمكن أن يكون القناص نفسه مصابا أو معتقلا، وهذا ما لا يمكننا تحديده بدقة.
الأشخاص